خلاص انا مامي كيوت خالص، مامي كيوت خالص. ماشي. كنت بحب واحدة وهي بتحبني، بس كان بينا عائق بسيط انه تعال معلش هتعمل معانا نضارة القراية مش معايا. في حاجة حضرتك استنى انت كاتب لها رقم تليفوني يعني انت غريب قوي. انت محامي مستفز قوي. حاجة انت بتقري لمين؟ انا مش سامعك، انا بتكلم مع اللي وراكي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي استنى ايه؟ طب خلاص خليها معاك. اسمع ايه؟ $15,000 منه عشان تسافر على كندا. انت مش عايزه تديني ورقه دي ورقتي حضرتك. دي عيد عماله تعمل لي كده. طب خلاص. انا بسألك على كلمة، انت ليه بتحكي العندوتة؟ طب اتفضل. كان بينا عائق بسيط انه بدها $15,000 عشان تقدم على كندا وهناك تتجوز ابن خالها. انتوا سمعتوا القصة؟ هو كان بيحب واحدة وهي كانت بتحبه، بس كان في عائق بسيط ان هي عايزة $15,000 عشان تقدم على كندا وهناك تتجوز ابن خالها. ما ترفع ايدك كده عشان الكلام يحلو. ايوه حبيب قلبي اديله المايك. متر يا محامي اديله. انت عندك قوة مفرطة وعندك سرعة رد. عشان كده الكاميرات مش فارقة، مش هتلحق تشوفك. ازيك عامل ايه؟ ما هو بقى يا دكر يا دكر اتوكس. كنت مرتبط بواحدة هتقلبك عشان تروح تتجوز ابن خالها يا دكر. طيب احكي لنا يا شملول، احكي لنا. احكي لك شو طب ما القصه كلها اللي نسمعها منك. عجبني ان حضرتك في تناقض في الورقه. قال لك انا بحبها تمام وهي بتحبني. هي قالت كده. طب وانت ولا شكلك كده؟ ما هي اسمع فهمك يعني. أيوة. هي كثير حلوه يعني. فهي لو تحكي لك انت يعني انت حيوان فانت راح تصدق. لا انت حيوان انا مش حيوان. انت حيوان تدفع فيها $15,000 انا ما ادفعش فيها $15,000 بجد. والله. بس هي كانت جامده. بس هي انت القاضي وجع ولا دلع؟ دي القاضي عشان انت افتكرتها. نعم. امسك هتحتاجهم كمان دقيقتين. في وتواس. نعم. انا عاجبني حضرتك بتسالي على تفاصيل المحامي ما سالش عليها. حضرتك مهتميه، انت عايزه تعرفي بس هو معاه المبلغ ولا مش معاه؟ ايوه صحيح. انا اسف انا كانت تتقطع ايديا قبل ما اديها لحضرتك. ممكن نقوم نقعد مع قسم طنط اللي هناك ده؟ استاذن حضرتك اتفضل. كانت جامده ما ينفعش ترسمها لنا؟ معاك صور ليها؟ معاك اتفضل. في مسكتوا بعض؟ ما بظبطهم بعضك اياها. تبعت لي صورها؟ ماشي. ايه اللي حصل؟ طب قول لي جابت لك الموضوع ازاي؟ يعني انت استشفيته ولا انت؟ لا هي جابته بطريقه كثير ذكيه يعني. هي قعدت اعرفها شهر ونص. بالشهر ونص طلبتني اكثر من شغله وكانت كل شيء يعني كل مره كنت اعملها اياه لحد ما مره اذا بحكي مالك. معلش شغلات زي ايه اللي كانت بتطلبها وانت بتعملها ده؟ يعني ايش واسطات، ايش فلوس، ايش كذا. واسطات؟ انت حد تقيل؟ لا انا ولا شيء يعني. بس شويه انت معارف. من عيلة مين؟ من عيلة مين؟ من انهي عشيرة انت؟ واضح ان هي تقيلة فشخ. انا بفهمك. انا لو اتقال لي انت كلب انا هدفع $15,000 وانا بعتذر عن اي كلمة قلتها صدرت مني.
لا حط رجل على رجل يا باشا، لا 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 براحتك والله. محترم ليك بس. قوم تعالى اقعد هنا، تعالى اقعد هنا والله. دي عيلة تقيلة دي، عيلة تقيلة دي، عيلة تقيلة يعني. فكانت بتطلب منك شغلات وحاجات تعملها لها؟ هي بتداوم بالمطار، فكنت كل شهرين اسافر عشان اشوفها، بس انه باي ستيب يعني انت فاهم. من على ابو الغنى الفاحش. كل شهر بتقطع تذكرة طيران عشان تشوفها؟ مش شهر يعني، كل شهرين يعني عشان اشوف. شهرين ده كده انت موفر. بروح ماشي. فحد بتقطع تذكرة طيران عشان تشوفها عشان هي شغالة في المطار. 100%. ما تقول لها تاخدها في اي كافيه بره عادي ارخص. هو مش قادر اوصل لها يعني. بدك تساعدني يعني، هو بس بدي حاجة ما بنضحكش على يعني صاحبنا بيحكي مأساته، ما بنضحكش على مأساة الناس كده. لا هو للأمانة موضوع مضحك يعني بصراحة. لا لا بس برضه نحترم. كانت عايزة تقلبه في الفلوس وتروح تتجوز واحد تاني. حبيبي بتقطع تذكرة طيران كل شهرين عشان بس تعمل لها كده. لا ما هو ثانية واحدة نشوف بتتدلل عليه. حضرتك مش انت بتاع الاوه، انا بفكرك عشان لما نروح نديله واحد اوه في الجاتوه. اتفضل هتكمل. يعني لا كنت اضطر اني اوقف واشتري من عندها هي بالديوتي فري يعني عشان بتبيع خمرة يعني، خمرجية يعني صاحبة كاس وبتاع. لا ساعات بس لأنها كانت يعني زوجة أنا ما عملت شيء. هي كانت مراتك؟ إذا مش مراتي ما هي كانت زوجة. النية يعني كانت النية شريكة. نيتك إن هي كانت تبقى مراتك. أيوه فإحنا ما عملنا شيء يعني بس هذا انتهى بلوك يعني بس بكل بساطة يعني. بس في يوم وليلة يعني بدون أي مقدمات. يا أخي النهايات أخلاق. شوف ما رضيش يعيب فيها بس فشخها في الورقة فضحها. والتناشر هنا اسمها ثنائي وحاسس ان انا لو ضغطت عليك هتقوله عادي. لا نسمع له تحيه والله على نهايات الاخلاق دي والله. ايه اللي عايز تقول ايه؟ ايه اللي عايز تقول ايه؟ ده احنا بنحلل المواقف. حضرتك اخت المحاميه. استاذنك نطلع بره. حضرتك شغاله ايه؟ طب طب نسكت بقى. انا متفق معايا يحكي الحواديت. انت مش اردني؟ بس ما سمعت شو قالت. خلاص صلى على النبي. ما سمعتش حاجه والله، ما قالت حاجه. خلاص بقى والله، خلاص بقى يا عم. لا اختها محاميه، انا بقول لك خاف. وجوز اختها محامي. قاضي يعني عادي. هي قالت مفيش شاب اردني كل شهرين هيقطع تذكره طيران. ما عادي ممكن كان بيحجزها للعقبه ويرجع يعني. اوريك التذاكر. طب يا جماعه استهدوا بالله في ايه؟ ده محامي ودخل ما بينكم. خلاص بقى استهدوا بالله. نرجع للورق. انا مراتي حلوه بكل حاجه. يلا ماشي كده. انت كاتب ورقتين ولا ايه؟ الو ايوه مراتي حلوه بكل حاجه. انت لو كنت روسيه اكيد مراتك احلى واحده في اللي متجوزين هنا كلها اكيد. انا مراتي حلوه بكل حاجه الا بالاكل والطبيخ. وربنا ما بيديش كل حاجه يا ابني والله. وما بتاكلش لحمه. اعمل ايه؟ انت فين؟ ده انت ما بتقولهاش كلمه حلوه يا بجح. ده انت ما بتقولهاش كلمه حلوه. طب ما هو كلام حلو والله. قال لك انا مراتي حلوه بكل حاجه. بس هو عشان همه على جرشه بس، فقال لك الا بالاكل والطبيخ. خلاص والله ما هيحصل حاجه يا اخي والله. خلاص بقى والله. خلاص بقى والله. طب خلاص والله. انت بقى دلوقتي امشي. انت بقى دلوقتي خلاص بقى. طب استهدى بالله. انت افتكرتها تخرج بره تسكر بقى كان هيدخل في الازاز. مرة كنت أنا وزوجي في ريد لايت ديستريكت في هولندا. بلشنا نمشي أنا وزوجي أول الطريق. كان ماسك إيدي وحكى لي يلا يا روان نقطع الشارع. ولما وصلنا آخر الشارع حكى لي يلا يا مروان نمشي بسرعة. أنت جوزك موجود؟ نحكي براحتنا بقى. ايه اللي حصل في الشارع خلاه يشوفك مروان اخر الشارع؟ محتاجين نعرف. لا اطفي ستورها كده عشان الست تحكي براحتها ومحدش يصور. احكي لي يا مروان ايه الكلام؟
طالع الصوت؟ طالع الصوت. اوكي سو هم شارعين، اول شارع كان ماسك ايدي، كان هيك يعني قريب علي، خلاص من غير تفاصيل. مرقت اول شغله، بعدين كمان بنت، بعدين كمان بنت، قال لي تعي روان نقطع الشارع، ترك ايدي، انا رحت معه. بعدين هو سميتك وانت بتعدي الشارع اصلا. ايوه لا روان اعتمدي على نفسك. فانا صرت اطلع يمين شوي بقول لي مروان يلا تعال كان في بنات حلوه في الشارع؟ اف انت قلتي اف امال هو قال ايه؟ لا انت قالي اف هو قال ايه؟ بالضبط هيك. طيب اعتقد انت مش متضايقه. لا لا ابدا مبسوطه. بحب انا البنات الاوبن مايند دي قوي. يا بخته بيكي والله العظيم بجد. عندي برضو في صوت كده بحب اسمعه، البنات الاردنيه لما حد يقول لهم كلام حلو، لما بتتكسفوا انتوا بتطلعوا صوت كده. ايش هو؟ لا والله بيبقى في صوت كده لبناني، في صوت قصدي اردني كده بتقول لهم اي، بتعملوا كده والله كذا بنت بالصدفه، او يمكن كان في حاجات بقى تعباهم. اتجوزت 7. مفيش حد صحته تسمح بحاجه زي دي. اتجوزت 7 ودلوقتي سنجل. فين العنتيل؟ ممكن يبقى في الحمام دلوقتي بيتجوز واحده حالا. ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه. بشهر العسل في حد حكى لنا في ثعبان حيه تركني وهرب في الصحراء. ذكر يا فينه هو؟ فينه؟ يا بنت طب ما ترفعش ايدك، خليها هي ترفع ايدها. انت كنت في شهر العسل؟ في شرم الشيخ. وقال لك الحق تعبان. سبتها انت فلعت. جدع. ممكن ايوه ادي لي اللي وراكي، اللي وراكي تدي لي اللي وراكي. يا مسهل يا مسهل. على مهلك على مهلك. انا ولا ايه؟ لا هي طبعا. يعني انا هحكيك، يعني هحتاجك تحكي لنا جريت ازاي؟ احكي لنا التفاصيل بعد اذن حضرتك. تفاصيل يعني فيما بعد الفرح. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ 10. 10 سنين؟ طيب يعني هو تمام. فيما بعد الفرح؟ طيب اوكي احنا بالصحراء بدنا نشرب شاي. ايه اللي وداكوا الصحراء انتوا في اوكي شهر العسل؟ بالصحراء خيالك مجرم برضه. سفاري خلصنا بنشرب شاي، اجى ولد صغير هو بيعطينا الشاي، اوكي؟ وهو بيحكي بالمصري على شوي بدوي، على مش فاهمه شو بيحكي، اوكي؟ انا قاعده يعني بحكي تعبان، فانا بحكي له حرام ليه تعبان مالك؟ انت فاكرتيه تعبان هو مجهد. مالك لا اوكي طبعا جوزي كان عند الجبل الثاني واصل، وانا لسه بحاول افهم ايش هو ايش فيه. بس هذا اكثر شيء كان يعني. كلميني عن احساس ده حصل في شهر العسل. اديها على المايك. لا الحلو اديها على المايك. ده حصل في شهر العسل. يعني تقريبا رابع خامس سابع يوم جواز. بعد اسبوع. كلميني عن احساسك في اللحظه دي ايه؟ مش عارف هلا انا مبدئيا يعني ما كنت قادره اعمل اي اكشن او اوقف او احكي او خلص كله راح كله اختفى. هو ده اللي اخترته انه يبقى ابو عيالي؟ بعدين ادركت شو عم بصير بالضبط، فهاي كان اشي كثير مضحك. اتفضل برر جريتك، برر اديني مبرر. طلع ما فيش تعبان. قلت لها ايه؟ ما فيش خلاص كده يعني. اتفضلي يا متر اتفضلي. تقييم حضرتك ايه في الحته دي؟ اتفضلي. إيه نرجع للكاميرات؟ انا فاهم بس. مرة انتوا كمان برضو؟ صار زلزال. انا تركته وهرب. انت سبتيه وجريتي. بعدين ما لقيتوش رجعت. حبيتي الزلزال بقى. انت جريتي؟ يا احمد ايه ده مش موجود؟ رجعنا خدنا الزلزال تاني من اوله. بدور على جوازات السفر. كان بيدور على جوازات السفر فسبتيه تاني ورجعت. حاجة ليه يعني انت ليه مكمل في علاقة زي دي؟ ده سؤال مهم، بتكلم بجد. ماشي خلونا ناخد اخر كام ورقة. في بنت
معي في كلية الطب كنا بنتغرب، بس انا طنشتها لانه ما عنديش طاقة للارتباط. الورقة دي بتعبر عن ناس كتير. يا حبيب قلبي والله ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ ممكن المايك فين عند اخر ناس؟ هاتوا جري بقى زي ما بتجري في الصحراء. خلاص. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ما عندكش طاقة للارتباط انت؟ ابدا خالص. ابدا. اخر مرة ارتبطت امتى؟ ما ارتبطتش ابدا لسه. طب خلاص معلش عادي مش فايتك كتير. بعد سمعت اليوم اكيد مش راي عليك. صدقني بص، في كام راجل هنا بيحسدوا ان هو سنجل. الفاجر بيسقف جنب مراته، هترفع عليه دعوة بكرة. والله انا ما شفت ازيكم. ما انتوا يا سكرانين يا انتوا جايين على طلاق. والله انتوا غرب. انا مش فاهم. انتوا قبل انا مش فاهمه. والله انا ما فاهمه. اتفضل حضرتك، انت كام سنة؟ 22. العمر كله ليك. الله يسعدك. سنجل بقالك 22 سنة. نعم. يا حبيبي صدقني يعني مرتاح صدق عادي كثير. مرتاح. حاجة اللي سمع الخرا النهارده ده يعني اللي حصل ده تلوث سمعي بالنسبة له. طب بتكلم بجد. نعم. انت شايف الارتباط ازاي بعيدا عن اللي سمعته؟ متخيل تعمل ايه لما ترتبط؟ يعني بده كثير تضحية، بس انا كمان طالب طب. صح، احنا جايين نصحح لغة عربية. انتوا صح. ما حدش يتكلم. التلاتة دول ما تتكلم. قوموا اطلعوا بره. ده انا عرفت اسيطر عليه، مش عارف اسيطر عليكم انتوا. مش عايز اسيطر. انت اخويا يعني. انت اخويا مش عايز. تمام؟ هبعت لك صور البت اتفضل وهبعتها لك. حاضر. ايه الرخص ده؟ سنجل يعني الوضع تعبان. يعني انت اكتر واحد هتستفيد بالصور. مفيش واحد نيته صافيه. مش نعم. الصور محترمه. ايوه ماشي، انا ما قلتش والله صور وحشه يعني. بقول لك سنجل 22 سنه، انت مدرك؟ ولو شاف واحده منقبه يقول لك انت فاهم انا فين؟ طيب انت كانت طموحاتك ايه في الارتباط مثلا يعني معاك؟ يعني بده وقت كثير وانا ما عنديش الوقت. بس انا مش فاضي والله. مش فاضي، انا مجهد. طالب طب يعني وين الامتحانات وين هي؟ لا خلص. انت دكتور؟ نعم. قسم ايه؟ لسه عام هلا. عام؟ لسه ما قررتش. طيب سنة 5. طب نفسك قول لي مواصفات فتاة احلامك. نفسك تبقى عامله ازاي؟ يعني انه بدي تكون يعني عندنا اشياء مشتركه مع بعض. يعني عايزها بكرش؟ يعني مش قصدي حاجه والله يعني اشياء مشتركه زي ايه؟ يلا خير. احكي لي. يعني مثلا لو كانت طب على ما نخلص ده. اوكي. يعني تكون يعني عادي انه مثلا بدنا نروح نحضر مثلا حدا نحضر بتكون تحبه معاه يعني ما يكون كثير في اشياء مختلفه. انا مش فاهم. انا كل اللي فهمته ان انت رايح تقابل واحد عايزه تبقى بتحبه زي ما انت بتحبه. هوايات مشتركه. حلو. اديني بقى صفه. انت دلوقتي ما تديش صفه. قلت لي يبقى في حاجات مشتركه. حلو. ايه المشترك؟ خارجيه يعني كشكل. كشكل ما ينفعش يبقى فيها بينكم حاجه مشتركه. مش قصدي يعني. والله ما قصدي. انت زي القمر. انت زي القمر. لا بهاي ايوه غشاشيه يا ماما. بص بقى خبره السنين بقى. بص خبره السنين بقى. اديله 22 سنه يعني اي شيء. حاجه. ابعد انت عنه بقى. هو وصل لحته انه عايز اي لحمه. متاكد انك مش من نابلس؟ اديني صفه عشان اقدر اشقط لك بيها.
في بنات كتير سنجل، اديني صفه. مثلا بحب الشجر. شجر. مش هينفع يا عم مرات صاحبنا يا عم، مش هينفع يا عم، مش هينفع يا عم. لا خلاص هشوف له واحده غيرها، هشوف له واحده غيرها. ماشي. بتحب الشعر الاصفر؟ اوكي، ايه تاني؟ طول، يعني ما تكونش اطول مني. طولها هي. انا ما شفتش ليا ولسه كده في حياتي. هي ما تبقاش اطول منك، تبقى اقصر عشان تحتويها اكيد بتاع. اوكي، حاجه ثالثه. تكون ذكيه. تعرف فرنسي. انت هتعرف تتكلم فرنساوي؟ انا مش انت سنجل، عرفت فرنساوي منين؟ بحكي فرنسي مع المخدة عادي. ليه انت طول الليل على النت مقضيها كورسات؟ ماشي. ماشي. احنا كده قلنا ما تكون اقصر منك، وتكون شعرها اصفر، وتكون ذكيه. ايوه ماشي. طب ايه تاني مثلا؟ دي انت عملت ميكس. خلينا في المواصفات الشكليه، فاديتنا 2 ناقص 1، ان هي شعرها اصفر واقصر منك، وادينا حاجه ثالثه في الصفات الخارجيه. ما بحكي لك 22 سنه يعني خلص اي شيء. فيش طموح يالا، فيش طموح ابدا. طيب مواصفات اسمها ايه؟ مواصفات داخليه. قلت تبقى ذكيه. انها يعني عادي، مثلا اجي احكي لها عن يومي، تكون هي متقبله، بتسمع مشاكلي، انا اسمع مشاكلها. شفت؟ نفسك انت اللي هو تروح البيت وهي تبقى لابسه قميص رجالي طويل لغايه هنا، وترشوا على بعض دقيق، وتمسكوا المخدات تعملوا كده فريش يطير. ده انت هتتفشخ لما تتجوز. شعب الاردن الف شكر ليكم، اتبسطت جدا معاكم النهارده.